السيد البصيري ان شاء الله معنا حمله انتخابيه يوم ان شاء الله الثلاث المغرب في النادي الطالب. على صوتك يا عمي. معنا انتخاب ان شاء الله حمله نيتي بتاعت السيسي ان شاء الله يوم الثلاث. على صوتك شوية. لا يطلع فينا ابوك هتتفرس. عايزين يعني الشباب ها؟ على نفسي. ليه؟ ليه يا عم؟ ايوه احنا في ظهر السيسي، ما كده كده هنروح يوم الثلاث. ايوه انا رايي ده لازم نوقف في ظهره بصراحه بما يرضي الله. ايوه هو يعني بص في حاجه بسيطه برضه ايه برضه عايزك توصلها برضه للشباب والناس والناس بتعاني من الغلا يعني. تمام الراي ده مش بيرضي. تمام جميع الدول عامة بتعاني من حاجة اسمها غلا. تمام والدنيا ان شاء الله هترتاح والراي ده دخلنا في محاور يعني والصلاة على النبي وكباري. ايه محاور يعني؟ المحاورات يعني الكباري اللي عملها في القاهرة دي وتبطين الترع والصرف الصحي ده كله بياخد فلوس يا استاذ شادي كله يعني ده كله ده. وراجل يعني بالصلاة على النبي مش مدخله في حروب ولا مدخله في حاجة. مش مدخلك؟ ده دليل. خلاص يا سيد؟ ايوه تمام. يعني انتوا صوتكم هيروح لمين؟ طبعا للسيسي. لعبد الفتاح السيسي. فتاح السيسي. عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح. لا ده رئيسنا ده سند لينا. صراحة والله يا اخواننا الراجل ده اللي بيعمل ما حد يعمل. والله. وتقبض في الشونه ولا؟ كنت بقبض الشالونه انا اول مرة. بس برضه بقول الحمد لله ورا ظهر الرئيس. مهما ما شالونا برضه ورا ظهر الرئيس. وان شاء الله برضه ايه الايام الجايه دي فتحوا نيت تشكى نيت النخيل. النخيل بالصلاة على النبي يعني. قدمت ورقك انت؟ والله قدمت. قدمت كم مرة؟ قدمت 4. ولا مرة اتقبلت؟ ولا مرة اتقبلت. ان شاء الله المرة دي مقبول. ان شاء الله وحتى برضه لو ما اتقبلتش ورا ظهر السيسي. عارف ليه انت ما اتقبلتش؟ عشان اسمك البراد والبراد مصر كله. كيف؟ لا يا راجل. طب انت لما قدمت عامل ايه؟ ايه المهنة كانت؟ اول حاجة قالوا عايزين لحامين رحت اختبروك؟ وبعد كده قالوا عايزين بتعود كواتش رحنا. اختبروك في الشغل ده كله؟ اختبرونا. طب وين ليه سقطت؟ يمكن مش صنعتك طيب. لا ان شاء الله يعني صنعته يعني اللي بيقلب نخله هناك صنعته. مش صنعته. طب انت يتعلم. قدم صياد. المشكله ما في صيد هناك، لو في صيد كنت قدمت صياد. لا في عنده في مزارع. وهو حاليا فتح لك النخيل ممكن يعني انت قدمت؟ خلاص قدم بتاع نخل. ليه؟ مالناش حظ فيه. كيف هذيك حظ؟ طب انتم من يوم الدنيا دايرين في النخول، كيف مش حظ في النخل؟ طب بص يا صاحبي تروح تحلب الداموسه؟ لا. ليه؟ مالكش في انت بتعرف تحلب؟ لا لو مالكش في اللي من النخل احلب الداموسه. انت لما رحت والنخل قصير يا راجل. النخل مش طويل يعني مش هتركب انت وراه. كاوي عملت ايه معاك؟ ايه؟ انت بتلحم. هو لما نقدم لحامي اختبروه ازاي يا سيدي يا حصل؟ قال انا صناعي. اعمل لك كرسي، اعمل لك ترابيزه، اعمل لك باب حديد. اي حط الكاوي تحت اللحام، دقرت منه في الحديد. دقرت في الحديد؟ دقرت ما رضيش تقوم من معاه. طب عايزهم يقبلوك. سابها ورمح. يعني بقول لك يعني هم اللي شغالين هناك يعني عارفين حاجه. طب ولما نقدم بتاع كاوتش؟ ها؟ ولما نقدم بتاع كاوتش؟ نفخ الكوتش وضرب في وشه. انا حساب.